ساعات بشوف كتير قوي مواقع. ولكن الحقيقه زي ما انا يمكن صرحت قبل كده ان في بعض الناس كتيره جدا محبين للنادي الاهلي وناس داخل النادي الاهلي كاعضاء جوه في النادي. دايما في كلام وفي رباط بعلاقه طيبه. احنا في نادي الجزيره اعضاء، فدايما الناس دايما كل ما نتقابل يكلموني وايه رغبتك وايه رايك. فانا يمكن المره الاخيره كان في بعض الناس كتير قوي، الموضوع كتير قوي واتسالت كتير قوي واديت الرغبه على طول ان طبعا اكيد لو ده فعلا بجد انا ما عنديش مانع طبعا خالص. ودي حاجه طبعا تشرفني ان انا ابقى من ضمن اختيارات النادي الاهلي او لجنه الكوره الفتره اللي فاتت، او ان انا ابقى في الصوره ان النادي الاهلي ممكن يفكر ان انا ابقى انضم. على طول اديت الرغبه وسبت الموضوع ان في انتظار لو في الموضوع بجد وفي الموضوع متاخد بشكل بجديه يبتدي مفاوضات رسميه مع نادي الجونه، فاحنا ما عندناش مانع خالص. يمكن نادي الجونه برضه اعلن قبل كده ان هو مرحب، بس النادي الاهلي يبعت رسمي. او النهارده الحاج احمد الصحيفي قايل هذا الكلام وقال ان النادي الاهلي لو تقدم بعرض رسمي احنا ما عندناش اي مانع. بالظبط كده. فهو ده الموضوع، ان احنا وصلنا المرحله الاولانيه وهي ان الرغبه موجوده. الجزء الثاني وهو الرسمي فاحنا لسه ما وصلناهوش، ولسه بمنتهى الامانه ما فيش كلام رسمي مع حد خالص بشكل رسمي ما اتطلبش. هو في بعض الترشيحات وبعض الناس اللي بتجتهد ان هي بتوصل لي ان في فعلا داخل النادي الاهلي في كلام وفي ناس بتفكر. وبعض الناس المحبين اللي كلموني واتقابلت معاهم ان هم بيفضلوا ان انا ابقى موجود الفتره الجايه. وانا حاطط على طول قلت طبعا ده اكيد، لان يعني انت لما تيجي تدور هتدور قد ايه حد زي النادي الاهلي ان انت تعمل معاه بطولات وتحقق معاه انجاز كويس وتظهر في الصوره وترجع المنتخب من خلاله وتتالق من خلاله. فاكيد يعني دي تبقى حاجه مميزه لاي لعيبه ما النادي الاهلي يطلبه. فهو ده الحقيقه الفتره اللي فاتت. ولكن في نفس الوقت برضه الواحد ما زال مركز على نادي الجونه اكيد طبعا نادي الجونه وكل حاجه، وسايب ان لو في مفاوضات جديه في نادي الجونه موجود، ناس مرحبين. لو ما فيش يبقى برضه حاجه كويسه، ان ده بيدل ان الناس اتغيرت ومستواك كويس وبتظهر بشكل كويس. علشان كده حصل اهتمام بصرف النظر عن الانتقال من عدمه، وهو ده حاجه بالنسبه لي حاجه ايجابيه يعني. اكيد. محمد عبد المنصف، يعني عايز اسالك على نقطه مهمه، يعني هل لو ما وصلكش عرض رسمي من النادي الاهلي انت من يناير من حقك انك توقع لاي نادي بالنسبه للموسم الجديد؟ هل انت عندك نيه ان انت تمشي من الجونه خلاص، ولا انت لو الاهلي ما تقدمش بعرض رسمي انت باقي في الجونه؟ بمنتهى الامانه انا لو ما فيش الاهلي والزمالك انا موجود في نادي الجونه. مبسوط هناك؟ لان الناديين الوحيدين اللي ممكن الواحد يفكر ان هو يسيب نادي الجونه ويتنقل لهم علشان زي ما قلت لك يا محمد ان في طموح اكبر وفي بطوله وفي بتاريخ الناديات او الناديين مع نادي الجونه. ولكن المعامله في نادي الجونه هي معامله مختلفه جدا جدا. احترام الجميع كل الانديه، هي معامله مختلفه عن اي نادي موجود في مصر غير الاهلي والزمالك. ويمكن هو بيتساوى مع نادي الاهلي والزمالك اولا في الامكانيات، تمام، في المبادئ، في مجموعه اللعيبه اللي موجوده المميزه. انتوا حتى السنه دي كمان ظاهرين بشكل كويس، يعني السنه دي غير السنه اللي فاتت تماما يعني. لان خلاص يعني الموسم اللي فات يمكن كان فيه شويه في بدايه التجربه، وكان لسه انت رايح على تيم جديد. السنه دي بالعناصر اللي دخلت مع التعود على النادي ونظام النادي والمجموعه اللي موجوده فرقت مع جهاز فني مع جهاز فني خلاص هو موجود معانا من السنه اللي فاتت كابتن عمر سلامه. مع دعم من مجلس الاداره اعتقد ان الامور بقت افضل لاي نادي، ان هو في استقرار اداري ومادي وفني بيفرق كتير قوي مع اي لعيب ان انت تبتدي بقى طموحك يزيد وتبتدي ان انت تقدم كوره كويسه. فدي فيها مميزات كتيره جدا، والواحد الحمد لله يعني بيتعامل مع ناس بيشكر ربنا ان التجربه نجحت ان ده حصل. لان برضه من المميزات ان الجونه لما يتنقل نادي كويس وفي كل الامكانيات دي يبقى برضه معاك مدرب محترم كمدرب اجوان لحراسه المرمى، يبقى مدرب مميز وهو كابتن خالد خليل. فيمكن الحمد لله فارق معايا شغل كويس قوي من خلال على فكره من ابناء النادي الاهلي كابتن خالد خليل. والله العظيم ده كان لعيب مع كابتن عمر سلامه في الناشئين النادي الاهلي وكمل في النادي. اسالك سؤال اخير يا عبد المنصف، في وسط كلامك دلوقتي وانت بتقول لي الزمالك، او انت لسه عندك امل انك ممكن ترجع الزمالك تاني؟
لاني انا يعني لسه الحمد لله قدامي مشوار، ولسه بدري جدا عليا ان انا. لا ربنا يديك الصحة وتكمل في الملاعب لأطول فترة، أنت ما شاء الله ماشي كويس. لا أنا بتكلم أنت كمحمد عبد المنصف بعد ما شفنا يعني العلاقة إلى حد ما توترت شوية مع الزمالك، وموضوع المستحقات والجماهير والكلام ده، هل لسه عندك أمل إنك ممكن ترجع الزمالك تاني؟ والله ممكن، لان انا اساسا الزمالك كنادي ما عنديش ازمه معاه ولا مشكله، انا عندي ازمه مع اشخاص جوه بتدير النادي. يعني في فكر معين، الفكر ده مش بتاعنا. انت الكيان نفسه ما عندكش مشكله مع الكيان؟ الكيان نفسه بالظبط، انا الكيان نفسه قعدت فيه 12 سنه وما عنديش ازمه معاه. المشكله في مجموعه الناس اللي بتدير، انا عندي خلاف معاهم، ودي كانت اول نقطه اللي انا لازم اسيب، لان انا يعني بحب اتعامل مع ناس الفكر اللي هم بيفكروا فيه يبقى قريب مني. لان هو انت مستريح مع المكان ومع الناس اللي حواليك، يعني انت برضو انت بتتعامل مع الكيان كمؤسسه وكنادي، ولكن في افكار وفي ناس اشخاص بتتعامل معاهم، فهم الناس ديت لازم تتعامل معاهم بشكل كويس، ويحسسوك ان فعلا في فكر وفي دور وفي يعني زي ما بيقولوا عداله اجتماعيه، وفي كل واحد بياخد حقه، ومفيش محسوبيات ومفيش وسطات ومفيش. فانا الحاجات دي كلها ما لقيتهاش في الفتره الاخيره، فعلشان كده على طول انسحبت. تمام. وممكن الفتره الجايه مين يعرف ان ممكن الناس اللي تبقى موجوده ناس فير، وناس شايفه ان في ناس كويسه ممكن تخدم النادي ويبقى ليهم دور كويس، ويبقى في عرض تاني، يعني الله اعلم على الفتره الجايه يعني. اكيد اكيد. محمد عبد المنصف، بتمنى لك كل التوفيق يا رب، وكل سنه وانت طيب، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.